لو بتحب القراية زي حالاتي فانت اكيد واجهتك مشكلة انك بتنسى اللي بتقراه ولا اللي بتتعلمه ولا كأنك قريته، ومفيش شك ان الموضوع ده بيسبب لك مضايقات وبتقول في قرارة نفسك وانا اقعد اقرا واوجع دماغي على ايه لما كده كده هنسى اللي بقراه. انا اقوم اتفرج لي على فيلم ولا افتح لي السوشيال ميديا احسن. لكن بما ان القراية ركن اساسي في حياة اي شخص ناجح فانا نكشت في الموضوع شوية عشان اعالج المشكلة دي، ولقيت 6 مفاتيح سحرية اتمنى انها تساعدك زي ما ساعدتني تحل مشكلة النسيان وتفتكر المعلومات اللي بتستهلكها سواء في الدراسة أو في العمل أو حتى كثقافة عامة عشان تقدر تستفيد بيها في حياتك. بس قبل ما ندخل في الاستراتيجيات دي خلينا أفهمك الأول إزاي دماغك بتشتغل لما تحاول تفتكر حاجة، لأنك لما تفهم الميكانيزم هتعرف تستغله لصالحك. دماغك فيها تقريبا حوالي 86 مليار خلية عصبية، والخلايا دي بتتواصل مع بعضها عن طريق إشارات كهربائية وكيميائية، ولما بتتعلم حاجة جديدة بيتكون مسار عصبي جديد بين الخلايا دي. عايزك تتخيل المسار ده زي طريق في صحراء، أول مرة تمشي فيه هيبقى صعب ومش واضح، لكن كل ما تعدي من نفس الطريق مرة واتنين وتلاتة الطريق هيبقى أوضح وأسهل وأسرع. في عالم ألماني عمل تجربة شهيرة في القرن ال19 واكتشف حاجة اسمها forgetting curve أو منحنى النسيان. التجربة أثبتت إننا بننسى 70% من المعلومات الجديدة في خلال 24 ساعة لو ما عملناش أي حاجة تثبتها في دماغنا. يعني لو قريت كتاب النهاردة وما راجعتش عليه تاني بعد يوم واحد بس هتكون نسيت أغلب اللي قريته. طيب ليه بننسى؟ دماغك بتستقبل آلاف المعلومات كل يوم. لو حاولت تحتفظ بكل المعلومات دي دماغك هتتخنق وهتبقى مش قادرة تشتغل، فدماغك بتعمل فلترة، بتمسك المعلومات اللي بتحس إنها مهمة وبتتخلص من الباقي. طيب إزاي دماغك بتقرر إيه المهم وإيه اللي مش مهم؟ وهنا دماغك بتستخدم 3 معايير رئيسية. أولا التكرار، لو شفت أو سمعت أو قريت حاجة مرة واحدة دماغك بتقول دي ممكن تكون معلومة عشوائية مش مهمة، لكن لو شافت نفس المعلومة دي مرارا وتكرارا دماغك بتقول طب دي بتتكرر كتير يبقى أكيد مهمة خلينا نحتفظ بيها. وثانيا الارتباط العاطفي، لو المعلومة مرتبطة بموقف أثر فيك سواء فرحة أو حزن أو خوف دماغك بتحتفظ بيها تلقائيا. وتالت حاجة الاستخدام العملي، لو المعلومة استخدمتها في حياتك أو طبقتها أو عملت بيها حاجة دماغك بتعتبرها معلومة مفيدة وبتحتفظ بيها. أما لو بس قريتها أو حطيتها على الرف فدماغك بتقول مفيش داعي نحتفظ بيها. دلوقتي أنت فهمت إزاي دماغك بتشتغل، تعال بقى نشوف الاستراتيجيات ال6 اللي هتخليك تستغل المعايير دي وتحتفظ بكل حاجة أو تفتكر كل حاجة بتقراها سواء في الدراسة أو في الشغل. الاستراتيجية الأولى هي القراءة النشطة active reading. الفرق بين القراية السلبية والقراية النشطة هو الفرق بين إنك تتفرج على ماتش كورة وبين إنك تنزل تلعب في الملعب. القراية السلبية هي إنك تفتح الكتاب وعينك تعدي على الكلمات وخلاص، دماغك مش مشاركة مش بتفكر مش بتسأل. أما القراية النشطة فدماغك هنا بتبقى engaged، بتسأل أسئلة بتتحدى الأفكار بتربط المعلومات الجديدة بالمعلومات اللي أنت عارفها. طيب إزاي تقدر تقرأ بشكل نشط؟ وهنا في 4 خطوات بسيطة. الخطوة الأولى عايزك الأول تقرأ الفهرس كويس قبل ما تبدأ. معظمنا بيتخطى الفهرس وبيروح مباشرة لأول فصل، لكن الفهرس ده خريطة الكتاب كله. عايزك تقضي 5 دقايق تتفرج على عناوين الفصول تشوف الكتاب متقسم إزاي وإيه المواضيع اللي هيتكلم عنها. والخطوة التانية عايزك تخلي عندك سؤال واحد كبير محتاج له إجابة قبل ما تبدأ. السؤال ده بيقولك أنا عايز أحل إيه في حياتي من الكتاب ده، والسؤال ده يخلي دماغك تشتغل في وضع البحث. يعني وانت بتقرا هتلاقي نفسك بتلقط المعلومات اللي بتجاوب على السؤال ده تلقائيا. مثلا لو انت بتقرا كتاب عن التسويق هتقول انا عايز اعرف ازاي اجيب عملاء لمشروعي. لو انت بتقرا كتاب عن الاداره ممكن تقول انا عايز اعرف ازاي اخلي فريقي ينتج اكتر. او لو انت بتقرا كتاب عن تطوير الذات ممكن تقول ازاي ادخل عاده الاستيقاظ المبكر في حياتي. والخطوه الثالثه علم وانت بتقرا، خلي معاك قلم رصاص او هايلايتر، واي جمله او فقره حاسس انها بتجاوب على سؤالك او حاسس انها مهمه علم عليها. ممكن كمان تكتب ملاحظات صغيره على الهامش زي مثلا ان دي فكره مهمه او طبق ده في الشغل او حتى علامه استفهام لو مش فاهم حاجه. والخطوه الرابعه عايزك تكتب اسئله وانت بتقرا. لو قريت فقره وحسيت انك مش فاهمها كويس او لقيت فكره ومحتاج تفكر فيها اكتر اكتب سؤال على الهامش مثلا ازاي اطبق الكلام ده في شغلي او ايه الفرق بين ده وده. الاسئله دي هتخليك ترجع تفكر في المعلومات دي بعدين، وكمان هتساعدك لو قررت تدور على اجابات اكتر من مصادر تانية. طيب ليه الطريقه دي فعاله؟ في دراسه اتعملت في جامعه واشنطن لقت ان الطلبه اللي بيقروا بطريقه نشطه يعني بيعلموا ويكتبوا ملاحظات بيحتفظوا بالمعلومات اكتر بنسبه 40% من اللي بيقروا بشكل سلبي. والسبب ان القرايه النشطه بتجبر دماغك تفكر وتعالج المعلومات مش بس تستقبلها وخلاص. الاستراتيجية التانية وهي الممارسة العملية. دماغك بطبيعتها بتحب الحاجات اللي ليها استخدام عملي. لو قريت معلومة وما طبقتهاش دماغك بتعتبرها نظرية،
وبالتالي مش بتديها أولوية الاحتفاظ. أما لو طبقت المعلومة دي في حياتك، دماغك بتقول دي حاجة أنا استخدمتها يبقى لازم أحتفظ بيها. طيب إزاي تطبق الاستراتيجية دي؟ لو بتقرا كتاب عملي زي كتب البيزنس أو التسويق أو البرمجة، حاول تطبق على الأقل فكرة واحدة من كل فصل في أقرب وقت ممكن. ما تستناش لحد ما تخلص الكتاب كله وبعدين تبدأ تطبقها، لأن ساعتها هتكون نسيت معظم اللي قريته. لو أنت بتقرا كتاب نظري زي كتب الفلسفة والتاريخ أو علم النفس، حاول تربط اللي بتقراه بمواقف حصلت ليك في حياتك أو حصلت لحد تعرفه. لو بتذاكر الامتحان أو لكورس، حاول تحل أمثلة وتمارين عملية بعد كل موضوع. ما تكتفيش بإنك تقرا الشرح وتفهمه، لأن الفهم مش كفاية للاحتفاظ بالمعلومة. لازم دايما تراجع المعلومة دي وتشوف إزاي تستخدمها في حل المشاكل. الاستراتيجية الثالثة هي تمرين الاسترجاع. دي من أقوى الاستراتيجيات على الإطلاق، وفي نفس الوقت أقلهم استخداما. معظم الناس لما بتحاول تحفظ حاجة بتعيد قراية نفس المعلومات دي 10 مرات، لكن الأبحاث أثبتت إن دي من أسوأ الطرق للاحتفاظ بالمعلومة. في بحث اتعمل قارنوا فيه بين مجموعتين من الطلبة. المجموعة الأولى قروا المادة 4 مرات، والمجموعة التانية قروا المادة مرة واحدة بس حاولوا يسترجعوا المعلومات من ذاكرتهم 3 مرات. والنتيجة إن المجموعة التانية اللي استخدمت تمرين الاسترجاع احتفظت بالمعلومات دي أكتر بنسبة 50% من المجموعة الأولى. طيب ليه الاسترجاع أقوى من إعادة القراية؟ لما بتحاول تسترجع معلومات من دماغك بتعمل مجهود عشان تلاقي المعلومة دي في الذاكرة، والمجهود ده هو اللي بيقوي المسار العصبي في الدماغ. عاملة زي كده ما بتروح الجيم وبترفع أوزان، العضلة بتقوى من المقاومة مش من إنك بس تبص على الأوزان. فدماغك نفس الفكرة بالظبط. طيب إزاي تقدر تطبق تمرين الاسترجاع في حياتك؟ الطريقة الأولى الاسترجاع الفوري بعد القراية. بعد ما بتخلص فصل أو حتى صفحتين 3، اقفل الكتاب تماما واسأل نفسك إيه أهم أفكار قريتهم دلوقتي. حاول تقولهم لنفسك بصوت عالي أو حتى تكتبهم في نقط بسيطة. في الأول هتحس إن الموضوع صعب وإنك نسيت، وده طبيعي جدا، لكن مع التكرار هتلاحظ إن قدرتك على الاسترجاع بتتحسن بشكل ملحوظ. وأنا شخصيا بعمل كده. بعد كل فصل بقفل الكتاب، بفتح النوت بوك بتاعتي وبكتب 3 4 نقط لأهم الأفكار. مش بكتب ملخص طويل، بس نقط سريعة وخلاص على كده. ولما برجع بعد شهر أو شهرين للنوتس دي، بلاقي نفسي فاكر تفاصيل أكتر من الكتاب. والطريقة التانية استخدام البطاقات التعليمية اللي هي الفلاش كاردز. دي طريقة كلاسيكية لكن فعالة جدا، خصوصا لو انت بتذاكر معلومات كتير او مصطلحات محتاج تفتكرها. الفكرة هنا انك بتكتب سؤال على وجه البطاقة والاجابة على الوجه التاني، وبعدين بتراجع البطاقات دي بشكل دوري. مثلا لو بتذاكر طب او علوم، اعمل بطاقه لكل مصطلح او مفهوم، واكتب على وش البطاقه مثلا ايه هي وظائف الالياف العضليه، وعلى الظهر بتكتب الاجابه. والطريقه الثالثه هي انك تمتحن نفسك. بعد ما بتخلص موضوع او فصل، استخدم تشات جي بي تي عشان يعمل لك كويز بسيط تختبر فيه معلوماتك. ومش عايزك تخاف من انك تغلط او تنسى او انك تحس ان في صعوبه في استرجاع المعلومه. الغلط جزء من العمليه دي، بل الحقيقه الابحاث اثبتت انك لما تحاول تفتكر وتغلط وبعدين تعرف الاجابه الصح، ده بيثبت المعلومه في دماغك اكتر من لو كنت فاكرها من اول مره. عشان كده مش عايزك تحبط نفسك لو حسيت انك بتنسى، دي مرحله طبيعيه في عمليه التعلم. الاستراتيجيه الرابعه المراجعه المتباعده. زي ما قلنا في البدايه، احنا بننسى 70% من المعلومات الجديده في خلال 24 ساعه. طب ازاي نقدر نمنع الكلام ده؟ الحل في انك تراجع المعلومه في توقيتات معينه قبل دماغك ما تنساها تماما. العالم الالماني اللي اتكلمنا عنه من شويه اكتشف انك لو راجعت المعلومه في فترات متباعده بشكل استراتيجي، هتفضل علقه في الذاكره لسنين طويله. عشان كده حاول تراجع المعلومات المهمه ليك من اللي قريته على فترات. ممكن مثلا بعد يوم تراجع مره، كمان اسبوع تراجع مره كمان، وبعد شهر تراجع مره كمان. كل مراجعه من دول بتقوي المسار العصبي في دماغك، وكل ما تراجع المده اللي تقدر تفتكر فيها المعلومه بتزيد. يعني بعد المراجعه الاولى ممكن تفتكر لمده اسبوع، وبعد المراجعه الثانيه ممكن تلاقي نفسك تفتكر لحد شهر، وهكذا. الاستراتيجيه الخامسه هي التبديل بين المواضيع، الانتر ليفنج. معظمنا اتعلمنا اننا لما نذاكر او نتعلم حاجه لازم نركز على موضوع واحد فقط لحد ما نتقنه تماما، وبعدين نبتدي بقى نتنقل لمواضيع تانية، وده اسمه بلوكد براكتس. لكن الابحاث الحديثه في علم الاعصاب اثبتت ان في طريقه افضل بكتير، وهي الانتر ليفنج، وهي انك تبدل بين مواضيع مختلفه وانت بتذاكر. طيب ايه الفرق بين البلوكد براكتس والانتر ليفنج؟ تخيل انك عايز تتعلم 3 انواع مختلفه من مسائل الرياضيات، الجبر والهندسه والاحصاء. في البلوكد براكتس هتلاقي نفسك بتحل 20 مساله جبر، وبعدين 20 مساله هندسه، وبعدين 20 مساله احصاء. اما في الانتر ليفنج بتحل مساله جبر، وبعدين مساله هندسه، وبعدين مساله احصاء، وبعدين ترجع تاني لمساله جبر، وهكذا. البلوكد براكتس بتحسسك انك بتتقدم بسرعه، لكن بتتعود على نمط معين في المسائل، ودي مشكله انها بتحطك في وهم.
لما تيجي الامتحان وتلاقي المسائل بقى مختلطه هتلاقي نفسك بتتلخبط لان دماغك اتعودت على نمط واحد. اما الانترليفنج في البدايه هتحس ان التقدم بتاعك بطيء وصعب، لكن دماغك بتتعلم تميز بين انواع المسائل المختلفه وتعرف امتى تستخدم اي استراتيجيه، وده بيخليك تحتفظ بالمعلومات بشكل افضل وتقدر تطبقها في سياقات مختلفه. طب ازاي تقدر تطبق الانترليفنج في القرايه او المذاكره؟ لو بتقرا اكتر من كتاب في نفس الوقت، بدل ما تخلص كتاب كامل وبعدين تبدا التاني، اقرا فصل من الكتاب الاول وبعدين فصل من الكتاب التاني وبعدين ارجع للكتاب الاول تاني. ده بيجبر دماغك انها تنشط ذاكرتها كل مره بتتنقل من موضوع للتاني، وبالتالي المعلومات بتثبت. لو بتذاكر مواد مختلفه حاول ما تذاكرش ماده واحده طول اليوم، حاول تبدل منهم. قسم وقت المذاكره بتاعك، ذاكر مثلا ساعه رياضيات وبعدين ساعه علوم وبعدين ساعه لغه وبعدين ارجع تاني الرياضيات، وهكذا. التبديل ده بيخلي دماغك تشتغل بكفاءه اعلى وبيمنع الملل والارهاق الذهني. الاستراتيجيه السادسه هي انك تعلم غيرك، ودي واحده من اقوى الطرق على الاطلاق للاحتفاظ بالمعلومات. في مثل بيقول لك احسن طريقه تتعلم بيها حاجه هي انك تعلمها لغيرك. طب ليه انك تعلم غيرك بيخليك تفتكر اكتر؟ لما بتحاول تشرح حاجه لحد تاني دماغك بتضطر تعمل 3 حاجات. اولا بتعيد تنظيم المعلومات، انت مش بتنقل المعلومه زي ما هي، انت بتعيد ترتيبها بطريقه منطقيه ومفهومه للشخص اللي قدامك، والعمليه دي بتجبرك تفهم المعلومه على مستوى اعمق. وتاني حاجه بتبسط المفاهيم المعقده، لما بتشرح لحد مش خبير في الموضوع بتضطر تبسط الافكار المعقده وتستخدم امثله وتشبيهات، وده بيخليك تفهم جوهر الفكره. وتالت حاجه اكتشاف الثغرات في فهمك، لو حاولت تشرح حاجه ولقيت نفسك مش عارف توضح جزء معين ده معناه انك مش فاهمها كويس، وساعتها بترجع تذاكرها تاني. طيب ازاي تقدر تطبق استراتيجيه التعليم دي عمليا؟ الطريقه الاولى اشرح لصاحبك او لاهلك، بعد ما تقرا كتاب او تذاكر موضوع اقعد مع اصحابك او اخوك واشرح لهم اهم الافكار اللي اتعلمتها، وعايزك تفترض انهم مش عارفين اي حاجه عن الموضوع ده واشرح لهم من الصفر كانك بتعلم حد جديد تماما. الطريقه التانيه اكتب عن اللي اتعلمته، لو ما عندكش حد تشرح له اكتب بوست مثلا على لينكد ان ولا على فيسبوك ولا حتى في نوتة خاصه بيك، اشرح فيه الافكار الرئيسيه من الكتاب او الموضوع اللي ذاكرته. الكتابه دي بتجبرك تنظم افكارك وتصيغها بطريقه واضحه، وده بيثبت المعلومات في دماغك. والطريقه الثالثه اصنع محتوى عن اللي اتعلمته، لو كان عندك قناه على اليوتيوب ولا تيك توك ولا غيره، ولو ما عندكش سجل فيديو لنفسك وانت بتشرح الموضوع، ان شاء الله حتى ما تنشروش، بس عمليه التسجيل نفسها هتجبرك تنظم افكارك وتشرح بوضوح. والطريقه الرابعه اشرح لنفسك قدام المرايه، لو فعلا ما عندكش حد تشرح له، مش عايز تكتب مش عايز تسجل، اقف قدام المرايه واشرح الموضوع بصوت عالي كانك بتعلم حد. ده ممكن يحسسك ان الموضوع غريب في الاول، لكن صدقني الموضوع دوت مجدي جدا. خلينا بقى الخص لك الاستراتيجيات السته بسرعه. اولا استخدام القرايه النشطه، اقرا الفهرس، حط سؤال كبير قبل ما تبدأ، علم وانت بتقرا واكتب أسئلة على الهامش. وثانيا مارس عمليا، طبق اللي بتقراه في حياتك، اربطه بمواقف حقيقية، حل تمارين وأمثلة. وثالثا مرن دماغك على الاسترجاع، اقفل الكتاب بتاعك وحاول تفتكر، استخدم تشات جي بي تي عشان يعمل لك امتحان ولا يقدم لك شوية أسئلة تجاوب عليها. ورابع حاجة راجع اللي قريته على فترات متباعدة. وخامس حاجة بدل بين المواضيع، ما تركزش على موضوع واحد لفترة طويلة، نوع عشان دماغك تفضل نشطة. وسادس حاجة علم غيرك، اشرح لاصحابك، اكتب، سجل فيديو، اي حاجه تخليك تشارك المعلومه دي. لو طبقت الاستراتيجيات دي اوعدك ان مشكله النسيان هتختفي تماما، وهتبدا تحس ان المعلومات بتلزق في دماغك وانت بتقدر تسترجعها وقت ما تحب. وافتكر ان القرايه مش هدف في حد ذاتها، القرايه وسيله للتعلم والنمو، والاستراتيجيات ديت هي اللي هتخليك تحول القرايه من مجرد استهلاك لبناء حقيقي للمعرفه. عايزك تقولي في التعليقات ايه الاستراتيجيه اللي هتبدا تطبقها من النهارده، وايه اخر كتاب قريته وحسيت انك فعلا استفدت منه. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تدعم القناة، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.